في رحلة علاجية بيتعرف على بنت بتكون السبب في ان هي بتخلص على سكان المدينة كلها، وكمان بيكون من ضمنهم ابوه. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. توبي ابن وحيد لكن ابوه بيتعرض للقتل على ايد حرامية، وبيعدي الوقت لكن توبي بيأنب نفسه لانه ما كانش جنبه في الوقت ده، وبيدخل المجموعة علاجية نفسية علشان يعدي المرحلة دي. وبتعرفهم الدكتورة كي انهم هيسافروا كل واحد منهم لجزيرة منفردة علشان يقعد عليها 3 ايام لوحده، وده هيساعدهم ان هم يتخطوا احزانهم. وبيجي دور توبي وبتوصله كي لجزيرته، وبتعرفه انه لازم يقابلها كمان 3 ايام على الشط هنا علشان تاخده وترجعه تاني. ولما يروح علشان يجمع الخشب للنار بيلاقي ان في قرد اكل الاكل بتاعه كله وما بيعرفش يولع النار، وبيتصاب كمان في رجله لما بيحاول يصطاد. بيلاقي قصافة فيها عدسة بتولع النار عن طريق الشمس، فبيستخدمها ويولع الحطب قبل الليل ما يجي. بالليل بيدور على اكل لكنه مش بيلاقي غير جوز هند، وبيكون في حد لابس قناع مخيف بيراقبه، وبيتفزع جدا وبيجري وبيغمى عليه. ولكن لما بيفوق بيلاقي نفسه في الغابة وحواليه جوز هند مفتوح، فبيفتحه بدون تردد وبيشرب فورا. وبيكتشف ان في واحدة هي اللي عملت كل ده، وبيطاردها وهي بتصطاد حيوان بري وبتأكله منه. وبتعرفه انه لازم يقضي الليل جنب خيمته ومولع النار علشان الحيوانات المفترسة ما تقربش منه وتاكله بالليل. وبتعرفه ان اسمها مادلين. بالليل بيحس ان في حد مراقبه لكنه بينام، والصبح بيلاقي مادلين بتحضر له الفطار. وبعد الاكل بتعرفه مادلين انها كانت عايشه مع ابوها وامها لكن ابوها مات، ودلوقتي هي مع مامتها جوي وبتعالج له رجله بالاعشاب، وبينزلوا يصطادوا سمك مع بعض. وبالليل بتسيبه وتمشي، وتعرفه ان جوي صيادة ماهرة وممكن تاخده وتموته لو عرفت ان هو موجود. بيعرفها ان الصبح كده هيمشي علشان كي جاياله تاخده من على الشط، لكنها بتزعقله لانه ما كانش هيعرفها ان هو هيماشي ولا حتى هيودعها. وبتوصل كي بالليل لكنها مش بتلاقي توبي، وبيظهر لها حد ماسك كشاف، ولما بتقرب منه بيطلع وحش مخيف وبيخلص عليها. وتوبي الصبح بيلاقي مركب كي غرقان وفي ست خارجة منه، وبيستنتج ان هي جوي ام مادلين. بيكتشف كمان ان كي مقتولة في المركب بتاعها، وبيدور توبي على مادلين لكنه مش بيلاقيها، وبيلاقي رسوم مرعبة في كهف. بعدها بيلاقي بيت جوي ومادلين الاتنين بيكونوا فيه، ويشوف جوي وهي بتضرب مادلين علشان ما قالتلهاش ان في حد غريب غيرهم على الجزيرة. وبيروح لها توبي وبتعرفه مادلين انه لازم يهرب على الشط دلوقتي وهي هتجيله، وبيروح علشان يعمل فخ لجوي لو جاتله. ولما بتروح له مادلين بيعرفها ان كي اتقتلت، وبتعرفه ان هي اكيد جوي اللي خلصت عليها زي ما قتلت ابوها زمان. وبيعرفها توبي انهم لازم يهربوا وياخدها معاه، ولما الليل يجي بتقول له ان هي هتمشي وهتجيله الصبح تاني. وبيكتشف توبي مكان منارة للسفن لكنه ما بيقدرش يشغلها علشان خاطر محتاجة بنزين. بيتفاجئ بعدها بكاميرون اللي كان معاه في جزيرة تانية والنعام لغاية ما وصل لغاية عنده، وبيأكله وبيعرفوا ان كي اتقتلت. وبيعرفوا توبي انهم لازم ينقذوا مادلين من جوي. لما يروح يدور عليها يلاقي جوي بتهدده بسلاح لكنه بيهرب منها وبيوقعها في الفخ اللي هو عمله علشان يخلص عليها، وبتقع فيه فعلا. وقبل ما تموت بتديله عشب، وتعرفوا ان التوت ده بتعرفوا ان هم كانوا على جزيرة لسكانها الأصليين استحضروا روح شريرة على بنتهم، واتفاجئت لما خلصت على أهل الجزيرة كلهم بالليل وهم نايمين. وكمان بيكون جوزها من وسطهم، وعرفته ان مادلين بتظهر الصبح لكن شكلها بالليل بيكون على هيئتها الحقيقية وهي وحش مخيف. وكمان بتأكد عليه هدف مادلين الاساسي وهي الخروج من الجزيرة وتلاقي عدد ضحايا اكبر ليها وان هو لازم يمنعها، وبتديله التوت اللي هيوقفها. بتروح مادلين علشان تخلص على كاميرون، وبتاخد جثة امها وبتروح لتوبي اللي بتحضنه لما عرفت ان هو خلص على امها علشانها، وبتعرفه انهم خلاص ممكن يمشوا دلوقتي. لكنه بياخد التوت اللي خده من امها وبيحطه لها في بقها، وده بيعطلها شويه لغايه ما بيروح البيت بتاعهم وبياخد البنزين وبيولع الكشاف بتاع الفنار. ولما بتوصله مادلين بيولع فيها، بيلاقي ان في مركب قربت وبيعوم لها، بس بتظهر مادلين في الميه وراه وبتسحبه لتحت. وبتطلع هي على المركب في طريقها علشان تلاقي اهداف جديده وضحايا جديده ليها وتخلص عليهم. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى اللايك شير سبسكرايب في الاخر علشان يوصلكم كل جديد.